مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة بعد مدة طويلة من الغياب. بما أننا كنعيشوا واحد الصيف حافل بالأحداث الرياضية، فغتكون هذه الحلقة هذه مخصصة لواحد الرياضة ذات شعبية كبيرة بزاف، والهضرة طبعا على رياضة الدراجات. كتعرفوا بأن هذه الفترة هذه من العام كتعرف إجراء واحدة من أجمل المسابقات الرياضية في العالم، اللي هي مسابقة التور دو فرانس، طواف فرنسا. وبالمناسبة ديال هذا الطواف الكبير هذا، ولأن بزاف ديال الناس يعني ما كيعرفوش بزاف ديال التفاصيل على القوانين ديال هاد البطولة هذه، قررت انني ندير هذه الحلقة هذه باش انني نحاول ما امكن نبسط شوية مجموعه من التفاصيل الخاصه بهذه الرياضه هذه. كاين بزاف ديال الانواع ديال السباقات ديال الدراجات، كاين ما يسمى بلي كورس دان جور والسباقات ديال اليوم الواحد، وفي مناطق كثيره من العالم خاصه في اوروبا كتجرى مجموعه من السباقات التاريخيه ذات الصيت الكبير جدا، واللي كتسمى لي كلاسيك ولا لي مونيمون، بحال مثلا السباق الشهير ديال باري روبي اللي كيتعرف بجحيم الشمال، ولا مثلا السباق ديال ميلان سان ريمو اللي كيتجرى في ايطاليا، ولا مثلا دوك السباقات الشهيره اللي كتجرى في بلجيكا بحال مثلا السباق ديال لا فليش والون ولا السباق ديال لياج باستون لياج. بالاضافه لهاد السباقات الكلاسيكيه كاين حتى بطولات العالم اللي كتنظم على شكل سباق ديال اليوم الواحد، كتكون المسافه طويله بزاف والسباق كيتجرى في نهار واحد، والفائز كيتزوج كبطل العالم لمده سنه في انتظار الدوره ديال السنه المقبله. كاين كذلك ما يسمى بلي كورس باغ ايتاب او الطواف، وهاد السباقات اللي كتجرى في بلد واحد كتكون على شكل مراحل، كل مرحله تكون عندها الفائز الخاص بها، ولكن في الاخر ديال الطواف الدراج اللي قطع المسافه في اقل وقت يكون هو البطل المتوج ديال الطواف. هاد الطوافات كتنقسم لجوج الانواع، كاينين طوافات صغيره ما كتجوش المده الزمنيه ديالها اسبوع، بحال مثلا طواف كاتالونيا، طواف الباسك، طواف بريطانيا، وكاينين طوافات كبرى كتمتد 3 الاسابيع. كاين 3 في العالم اللي مشهورين بزاف واللي معروفين بزاف واللي عندهم واحد الاهتمام اعلامي كبير بزاف. كاين طواف ايطاليا جيرو، طواف فرنسا لو تور دو فرانس، وكاين طواف اسبانيا لا فويلتا. الطواف ديال فرنسا غادي يتاسس سنه 1903، والفكره ديال التاسيس ديالو غادي تجي من واحد السيد سميتو اونغي دو غرانج. هذا السيد هذا كان هو المدير والمؤسس ديال جريده لوطو اللي كانت واحده من الجرائد الواسعه الانتشار ديك الساعه في فرنسا، واللي كان كيعاني من المنافسه ديال واحد الجريده اخرى سميتها لوطو فيلو. وباش انه يكسب عدد كبير من القراء قرر انه يطلق هذه المسابقه هذه، وراهن على هذه المسابقه هذه باش ترفع المبيعات ديال الجريده ديالو. وغير الاشاره، هذه الجريده هذه غادي تبدل الاسم ديالها سنه 1946 وغتولي تسمى جريده ليكيب كما كنعرفوها اليوم كاملين. هذا الطواف هذا غادي يلقى واحد النجاح باهر جدا منذ البدايات ديالو، والمؤسس ديال جريده لوطو غادي يربح الرهان لانه غادي يكسب قراء كثار بزاف. واكثر من ذلك هذه المسابقه هذه غادي تولي عندها واحد الشعبيه كبيره جدا ماشي فقط في فرنسا وانما في العالم كامل، لاننا كنهضروا اليوم على ثالث اكثر مسابقه من حيث المتابعه الجماهيريه. هذا الطواف هذا كيجمع تقريبا 12 مليون متفرج في يعني على الطرقات في جنب الطرقات، وما يقارب 3 مليار متابع عبر القنوات التلفزيونيه. طواف اللي كتنقلوا تقريبا 100 قناه تلفزيونيه عبر العالم، وكما قلت لكم هو ثالث اكثر مسابقه من حيث المشاهدات ولا من حيث المتابعه بعد الالعاب الاولمبيه وكاس العالم. هذا الطواف لا يختلف على الطوافات الاخرى من حيث يعني القوانين، كيتكون من 21 مرحله على امتداد 3 ديال الاسابيع. في نهايه كل مرحله الفائز كيحصل على واحد المنحه ماليه كتوصل تقريبا ل 11000 اورو، ولكن المرحله بحد ذاتها ما كتكونش حاسمه في الفوز النهائي، لان الفوز النهائي كيكون باحتساب الوقت من النهار الاول حتى النهار الاخير، والدراج اللي قطع المسافه في اقل وقت هو اللي كيتزوج كبطل الطواف. كل سنه كيشاركوا 22 فريق في هذا الطواف هذا، وكل فريق تيكون فيه 8 ديال الدراجين. كل فريق كيحاول انه يختار الدراجين اللي غيدي معاه للطواف على حسب لي زوبجيكتيف اللي بغا، لان لي بروفيل ديال الدراجين مختلفه بزاف. داخل الفريق الواحد نقدروا نلقاو ما يسمى بلي سبرينتر المتخصصين في السرعه النهائيه، ما يسمى بلي غولور ولا المتخصصين في السحب، هادو كيحتاجوا من الفريق فاش كيدير مثلا المطارده ديال شي منسلين ولا شي حاجه، ولا فاش كيكونوا مثلا محتاجين انهم يجروا القائد ديالهم الى ابعد نقطه ممكنه. كاين ما يسمى بلي لي غرامبور، هما الدراجين المتخصصين في المناطق الجبليه ولا المتسلقون. هادو كتكون البنيه الجسديه ديالهم ضئيله نوعا ما، ولكن كتكون عندهم واحد القوه ديال التحمل الكبيره جدا اللي كتخليهم يكونوا اقوى في المراحل الجبليه، وكيكون عندهم التسلق اسهل عكس الاخرين اللي كتكون البنيه الجسديه ديالهم قويه، وكيفضلوا في الغالب سباقات السرعه يعني السرعه النهائيه ولا السباقات ديال ضد الساعه. يعني في خط الانطلاقه النهار الاول كنكونوا امام تقريبا 176 دراج كيتنافسوا كلهم باش يربحوا هذا الطواف هذا. طبعا ماشي كلهم، لان الفروق كتحدد القاده ديالها، وهاد القاده هما اللي تيكون عندهم حظوظ اوفر، لان كلشي كيخدم كيعاونهم باش انهم يوصلوا في احسن الظروف في نهايه كل مرحله وفي احسن الظروف في النهايه، يعني في نهايه الطواف. بما ان الطواف هذا كيستمر لمده 3 ديال الاسابيع وكيدوز في مدن فرنسيه كثيره،
فالمنظمين قرروا انهم يميزوا هذاك المتصدر السباق بواحد القميص، هو القميص الاصفر. هذا القميص الاصفر هذا تم الاعتماد ديالو سنه 1919. قبل منه كانوا فقط كيديروا واحد البراسار خضر في يد هذاك المتسابق المتصدر للسباق، ولكن من بعد جاتهم هذه الفكره هذه ديال انهم يخلقوا قميص اصفر، ويقال ان هذاك اللون الاصفر تختار غير هكاك اعتباطيا نسبه لذوك الوراق فاش كان كيتطبع هذاك الجورنال ديال لوطو اللي هضرنا عليه سابقا. ومن ثم يعني الناس كيقدروا انهم يميزوا المتصدر للسباق ملي كيدوزو من شي مدينه ولا من شي فيلاج. في نهايه الطواف ملي المتسابقين كيدخلوا للعاصمه باريس، البطل حامل القميص الاصفر كيتوج بالجائزه ديال الطواف، وهي اعلى جائزه من حيث القيمه الماليه في رياضه الدراجات، كتوصل حتى ل 500,000 اورو. وغير واحد الملاحظه صغيره، هضرت قبيله على المنح اللي تياخذوا المتسابقين اللي كيربحوا المراحل، وهضرت دابا على المنحه النهائيه اللي كياخذ البطل. هادشي كامل كاين واحد العرف داخل لو بولوتون، داخل الكوكبه ديال الدراجين متعارف عليه في الفرق، ان هادشي كيتقسم بين الدراجين كاملين، لان داك البطل باش انه يربح راه جميع الدراجين الاخرين اللي معاه في الفريق تيضحيو بزاف. قبيله قلت لكم بان هذه رياضه فرديه ولكن كتلعب بشكل جماعي، لان داك القائد كيكون دائما محتاج لي ليوتون ديالو في بزاف ديال الحوايج، كيكون محتاجهم على حسب الاستراتيجيه باش كتجري الفرقه ديالو كل مرحله، كيكون كذلك محتاجهم في لو غافيتايمون، وهما اللي كيمشيو تيجيبوا يعني دوك القراعي ديال الماء من السياره ولا يجيبوا الاكل مثلا، لان في كل مرحله كنهضروا على واحد المعدل ديال 5 حتى 6 ديال الساعات، يعني ان كل دراج محتاج كميات كبيره ديال الماء، محتاج كميات كبيره ديال المكملات الغذائيه، محتاج كميات كبيره من لي كالوري. راه كل دراج في السباق يقدر يستهلك 7000 كالوري، داكشي علاش مره هذوك لي ليوتنون تيهبطوا انهم يجيبوا الماء ويجيبوا لهم هذوك المكملات الغذائيه، هذوك لي جيل نوتريتيف، باش انهم يخليوا القائد مركز على السباق ديالو. كيحتاجهم كذلك باش يوفر ليه الحمايه من اكبر عدو للدراجين اللي هو الريح. نتوما كتعرفوا بانه في السباق تيكونوا دوك الدراجين كيتقابلوا مع الريح وكيكونوا غاديين بواحد السرعه كبيره بزاف، راه كنهضروا تقريبا على واحد المعدل ديال 60 كيلومتر في الساعه في المنبسطات، وكنهضروا على واحد السرعه اللي تقدر توصل حتى ل 100 كيلومتر في الساعه في المنحدر. يعني ان داك الدراج يكون دائما في مواجهه البرد، ووجود اعضاء الفريق ديالو دايرين به راه كيسهل عليه الماموريه، لان كيبقى مخبي وكيستافد ما يسمى بلاسبيراسيون. داكشي علاش ملي كتكونوا كتفرجوا كتلاحظوا بان دوك اللي تيكونوا هاربين، هذوك المنسلين في لي شابي كيتناوبوا على شكون يبقى لقدام، يعني كيجي واحد تيبقى شويه لقدام تيرجع، تيديروا هذه العمليه هذه باش انهم ما يضيعوش الطاقه ديالهم، باش كلهم يتعاونوا على مقاومه هذيك القوه ديال الرياح. بالاضافه للقميص الاصفر، المنظمين دايرين 3 ديال الاقمصه مميزه، هما القميص الاخضر. هذا القميص الاخضر تيكون خاص بالدراجين ديال السرعه النهائيه، وتيديروا لهم دي سبرينت انترميديير، يعني وسط المرحله كتكون واحد البلاصه كتلقاوهم تيديروا واحد السبرينت، هذاك الغرض ديالو هو انهم يجمعوا مجموعه من النقاط، وفاش كيربح شي دراج واحد المرحله خاصه بسرعه نهائيه كيربح عدد كبير من النقاط، والدراج اللي عنده اكبر عدد من النقاط هو اللي كيلبس هذاك لو مايو فيغ، هذاك القميص الاخضر. وطبعا الحلم ديال اي دراج متخصص في السرعه النهائيه هو انه يوصل به لباريس، وبعض المرات كتكون له مهمه صعبه، لان خصو يدوز من جبل الالب من جبل البارانيس لي بيريني، وهنا كتكون له مهمه صعبه على الدراج باش انه يقاوم هاد الصعوبات هادو ووصل لباريس. القميص الاخر اللي مشهور في طواف فرنسا هو القميص المنقط لو مايو ابوا، وهذا تدار خصيصا للدراج المتسلق، يعني في المراحل الجبليه كيكونوا حتى هما دايرين لهم بلايص معينه اللي يجمعوا منهم بزاف ديال النقاط، وملي كيكون خط الوصول في قمه جبليه كيتزادوا بزاف النقاط. وفي احيان كثيره كيكون حامل القميص الاصفر هو بنفسه حامل القميص المنقط، لان في الغالب تيكونوا بزاف ديال مراحل الوصول في المنطقه الجبليه، وفي الغالب كيستغل المتصدر ديال الترتيب العام هذه المراحل باش انه يبعد على المطاردين ديالو، الشيء اللي تيخليه يربح حتى هذاك القميص المنقط. بزاف ديال الدراجين اللي كيربحوا طواف فرنسا تيكونوا متخصصين في التسلق، وتيكونوا يعني تيحاولوا يكونوا متكاملين، تيكونوا يجيدون التسلق واعرين في ضد الساعه واعرين في السباقات الاخرين. القميص الرابع اللي كاين في البلوتون هو القميص الابيض، وهذا تيكون مخصص للدراج الواعد، للدراج الشاب. هما دايرين الدراجين اقل من 25 سنه بالنسبه لهم، واخا مثلا كاينين دراجين تيبرزوا على 22 23 21 سنه، الا انهم دايرين داك لو سوي، ديك العتبه ديال 25 سنه باش يميزوا الدراج الشاب ولا الدراج الواعد. وهذا
اللي تيحصل على القميص الابيض. في الحقيقه كاينين تفاصيل كثيره بزاف نقدر نزيدهم، ولكن ما بغيتش نزيد نطول الحلقه، داكشي علاش غنكتفي بهذا القدر هذا، وربما نقدر نزيد نخصص حلقات اخرى لهذه الرياضه الجميله جدا والممتعه جدا، واللي ماشي غير كتخليك انك تشوف يعني وتكتشف مناظر جميله جدا، ولكن كاين فيها واحد التنافس كبير جدا. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم وتكون عطاتكم مجموعه من المعلومات على هذا السباق هذا. نشوفكم لاحقا، تحياتي.